ايه خطايا حبيب العادل؟ خفايا كتير. زي يعني انا في واقع كده مثلا، يعني انا قابلته يوم 26 الصبح. كان خلاص احداث 25 بدأ. اه لما عملت الحوار معاه بالظبط. وبعدين نفخها من من قله النوم. هو رجل كان ينهي عمله، وده كان من بين اخطائه، في مثلا في حدود الساعه الخامسه والسادسه فجرة العصر غالبا يعني. وتقريبا لا تحال به امور بعد هذا التوقيت الا في رمضان. ومن بين اهم الاخطاء، ما كانش بيجي بالليل تاني فترة تانية. لا كان بيجي بقى، لا جه بقى في هذا اليوم لاسباب لها علاقه بحجم التظاهر. اخطاء مهمه، يعني من اهم الاخطاء اللي هي انه بلغ هذه المده الطويله للغايه في منصب وزير الداخليه. وده مش ما يتحملش هو قرار، لكن من بين اهم اخطائه انه وصل الى مرحله الثقة المطلقة. الغرور لا ده في اخطر. الغرور بحيث انه سعى الى التفلتح المؤسسي. بمعنى التفلتح المؤسسي واضحه جدا. التفلتح المؤسسي المالي والحجم يعني التفلتح المؤسسي لم يعني وسعى الى هذا من خلال انه التأثيرات والمكانة بغض النظر عن كفاءة جهاز الشرطة. بغض النظر عن خدمة مؤسسة الشرطة ورفع مستوى أدائها. وإصرارك على أن تبقى في يدك قرارات القيادات، وإصرارك على أن يتحول مثلث الهيكل إلى مربع ثابت. بعض الضباط كانت تبقى في رتبها 7 سنين 8 سنين. طب ما دي ما كانت خطيئة العصر كله. خطيئة العصر كله. فاروق حسني استمر وزير ربع قرن. لا يعني لكن بالنسبة لموضوع الشرطة بالتحديد ده أمر جوهري. أنت ده ما فيش عن العصر على فكرة الحكاية دي. لكن موجود بعض الاستثناءات. لكن في النهاية أنا بقول لك ده جزء أساسي وجوهري من الواقع اللي اتعمل فيه جهاز الشرطة من خلال خطيئة وخطايا. يتحمل حبيب العدل جزء من انتهاء عصر مبارك، حصته في المسؤولية قد ايه؟ 50%. نتيجة انه عمل 1 2 3 تفلتح المؤسسي وعرفناه اللي هو التمدد عرضه، عشان لما اكتبها او بيضها ابقى فاهم انا ابقى. لا ما هو انت عايز تحول المؤسسه الى كيان اضخم فاضخم 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 بما يؤدي الى اخلال في توازن المؤسسات في المجتمع. دي كانت اول واحده. دي كانت اول واحده. مش محتاجه شرح. ماشي. 2 انهيار الهيكليه في جهاز الشرطه. 3 عدم الاستجابه لتطورات العصر فيما يتعلق بأهمية وتدريب العناصر الناس لكي تتعامل بطريقة مختلفة في خضم هذا الزحام الرهيب. يعني دي مش مشكلة الضباط بقدر ما هي مشكلة تدريبهم وتعليمهم. حبيب العدل كان يعرف حاجات وهم خد بالك وهم من لحاء هذا المجتمع وحتى اللحظة الأخيرة على الرغم من الحملة الرهيبة اللي بتتعرض لها الشرطة حتى اليوم، إلا أن هناك إقبال رهيب على الالتحاق بكلية الشرطة كان حاصل في الصيف اللي فات. شكرا. النقطة الثالثة الثقة المفرطة. النقطة الرابعة تحويل المؤسسة الأمنية إلى أن تكون ذات أجندة سياسية شخصية تتعلق بالوزير. يا أخي لا أستطيع أن أفهم ما اكتشفته بعد كده إنه المرحوم بدر زكي بدر. لا مرحوم بدر اقول لك اسمه على بعض. كان عضو مجلس الشعب اللي هو بدر القاضي. بدر القاضي في دائرة يملك العمارة التي يسكن فيها حبيب العدل، فيمنع السكن فيه او يعني يرفض هو يملكها.
يرفض ان يؤجر شققها بالكامل لانه الوزير عنده شقه مثلا في الدور السابع. يعني وازاي انت تقبل هذه الصيغه؟ يا اخي لا استطيع ان افهم ما هذا الاستخفاف الذي كنت عليه يوم الجمعه 28 يناير، وانت اللي بنفسك قايل الموقف خطير، وتذهب لافتتاح مسجد في قريه الخمائل في اكتوبر على بعد ما تكون انفقت اموال طائله على بناء هذا المسجد وتجميله وترويعه وصناعته رائعه يعني، وتجهيزه وتصميمه الهندسي الغريب، وتيجي كمان يعني مصمم على انك تفتح هذا الموضوع هذا المسجد في هذا اليوم بالتحديد. ده كان قبل حوارك معاه ولا بعده؟ لا، دي معلومات انا اكتشفتها بعد هذا الكلام. فبالتالي ما جاتلكش فرصه تطرح الاسئله دي يعني عليه. طرحت اسئله واضحه ومحدده بخصوص مصير النظام. غرفه جهنم اللي اتقال بخصوص مصير النظام. هذا الكلام منشور في وزير يوسف في العدد بتاع 29 يناير. بخصوص غرفه جهنم دي اللي كانت موجوده في الحزب المعترك الحزب الوطني. ايه غرفه جهنم؟ اتقال وقتها انه في غرفه ما كانش يعرف سرها غير جمال مبارك وحبيب العدلي، هي اللي بتضم الاشرطه اللي بيتعذب عليها البشر في جهنم. قال ده في شهر يناير بعد يعني الثوره ما نجحت، طلعت المعلومات كلها في شهر فبراير. يعني انا ده قريته زي ما كل الناس قرت وسمعت. كان في غرفه في جهنم زي ما قلت لك في الحزب الوطني على النيل. يا استاذ احنا في عصر جوجل ايرث بنتكلم في ايه؟ يعني ما سمعتش عن الموضوع ده. الراجل بتقول ايه؟ بقول حاجات غريبه؟ ما سمعتش انت بجد ولا قريت حاجه عن مش فاكر. لا يا شيخ والله مش فاكر. لا ده كانت ساعتها موضوع يعني. لا طب ارجع لعبد الله كمان. البعض قال انك عملت طوال الوقت بمبدا انه كل البشر مذنبين، طالما هم بشر مذنبين خليني انا في صف اعلى مذنب فيهم. قريت الكلام ده؟ مقال منشور على النت. مين كان؟ واحد اسمه عاشوريات او سلسله مقالات اسمها عاشوريات، عن المقارنه بينك ما بين ابراهيم عيسى وعادل حموده. لا انا قريتهاش انا يعني للاسف، لكن انا قلت لك موضوع شديد. يعني في حاجات يعني انا بروح لها الى انه يعني زي ما ربنا كرمك بنعمه ان الناس تسمعك وتقراك وتعرفك، لم يتفق الناس على شخص. يعني كل اللي بيهاجموا عبد الله كمال غيرانين منه؟ لا انا ما قلتلكش كده، انا بقول لك انه يعني انت بس بسيطه كده انت راجل بتحب الكوره ما بتحبهاش؟ ما بتحبهاش، انا بحبها. بقعد اتفرج على الماتش، ويبقى ابو تريكه ده راجل انا لو قلت لي خد الكوره دي حطها حركه 2 سم اقول لك ما اعرفش، لكن لما اقعد قدام الشاشه اقول يا مش كده ليه؟ يعني مع احترامي يعني للناس وبتاع، بتبقى قاعد تتفرج على ماتش بارسا ومش عارف ايه والكلام من هذا النوع وتقول ايه شوف عمل ازاي واحد واخد يعني افضل لاعب في اوروبا 4 سنين مثلا وبتاع، وانت بتقول عليه جاي مالوش في الكوره، واخد بالك ازاي؟ ماشي، ما هي دي طبيعه انك شخص معروف في عصر تحكمه السلطه الخمسه. دي الضريبه يعني. طيب عبد الله كمال لم يصادق في رحله صعوده السريعه من يخدمه؟ سريع ازاي؟ ما انت يعني في جيلك سريع يعني انا متاخر. طيب لا انت قلت ان انت بعضمه لسانك قلت ان انت اصغر رئيس تحرير لصحيفه اصغر رئيس تحرير، ما ده مش بس يمكن الحاله الثانيه بعد احمد بهاء الدين 39 سنه، ده يعني فرق بيني وبين الاستاذ احمد بقى 14 سنه. طيب انت ما صاحبتش من يخدم عبد الله كمال؟ يعني اللي يقدر ينطقك من منطقه لاخرى ومن موقع لاخر. شوف لا مش كلام مش بهذا الشكل. الصحفي بالذات حينما يكون كاتب سياسي هو محصلة مجموعة من التفاعلات، وحينما تكون جزيرة منعزلة بنفسك معايا جدا، فإنه ده ببساطة شديدة يعني أنك سوف تنتهي، لأنه الأفكار والرؤى والذاتية التي تكون قاصرة على شخص واحد بعينه تؤدي به إلى البرامج. أنت لابد إنك أنت تبقى معبر عن أنا مش عايز أستخدم بس تعبير الناس بتفهمه غلط، إنما عن مصالح اجتماعية. ده التعبير الأدق، عن مجموعة مصالح اجتماعية. واخد بالك؟
لا زي ما انت بتقول ان في ناس بتضغطني، انا مستعد افتح لك البريد دلوقتي بتاعي وافتح لك صفحاتي على الفيسبوك واقول لك انه ادي 1 2 3 4 ناس 5 6، انت مش هتضطر تسال على انهم بيأيدوني، لانهم بيأيدوني، انا اعبر عن فئه في هذا النطاق. وبالعكس افادتني احداث ما بعد يناير في ان اكتشف انه علي ان اهتم بهذه الفئه واكثف علاقتي بها. الفئه دي ايه؟ الفئه دي فئه عريضه جدا في المجتمع المصري دلوقتي، فئه باحثه عن مصلحه هذا البلد، فئه ترغب في استقراره حتى وهي تريد تطويره واصلاحه، فئه تقبل الجدل وتناقش وتريد مدنيه الدوله، فئه ترفض الفوضى. من ضمن مطالبها رجوع النظام القديم او عدم محاكمه الرئيس او لا، ما فيش حاجه اسمها هذا الكلام. بالعكس، انا اعتقد انه اهم مصلحه للرئيس حسني مبارك هي المحكمه التي تجري الان، لانه بعد هذا الزخم الذي دار في المجتمع حول الموضوعات التي تخصه لا ينبغي ان ينتظر الرئيس السابق وعصره انصافا من التاريخ الا من خلال مناقشه قضائيه بهذا الشكل تقرر ايه اللي حصل. انت دلوقتي متهم بانك قاتل، ومتهم بانك فاسد، ومتهم بانك خائن. خلاص؟ هذه تهم رهيبه في الحكم على تاريخ رئيس حكم هذا البلد 30 سنه. معايا؟ المحكمه هي اكثر الذين ينبغي ان يكونوا حريصين على هذه المحكمه هو الرئيس محمد حسني مبارك، مع الثقه في العدل. الرئيس السابق محمد حسني مبارك، مش مسألة والذين يتكلمون عن انه لا ينبغي ان يحاكم على شيء من هذا القبيل، هذا كلام الوقت قد سبق. يعني ده كلام كان يبقى في الاول. علينا في المرحله المقبله ان نحدد ما هي اليات وطرق محاسبه الرئيس. هذا الكلام موجود في النصوص وفي الدستور، لكن غير واضح. وضح بوضوح شديد ما هي اليات محاسبه الرئيس. ما قلتش مظاهره يا استاذ عبد الله او دعيت للمدنيه؟ لا اشتغل. انت نفيت الكلام ده. لا ما بعملش، ما بشتغلش في الطريقه دي خالص. لا ما بشتغلش في الطريقه، حتى لما كنت بشتغل سياسه انا راجل بتاع عوض بتاع واجتماعات، ماليش علاقه بالعمل الجماهيري. مش حتى لو كان الناس واتعرض عليا ان انزل انتخابات مجلس الشعب واشياء من هذا القبيل، انا مش بتاع كده.